رواد الفضاء اللي موجودين في الصورة قدامك دول بيعدي عليهم دلوقتي أصعب فترة ممكنة بيعدوا فيها، والفيديو ده بيتعمل لأنهم محبوسين هناك ومش عارفين يرجعوا. وفي ناس بتقول إن هم سمعوا أصوات غريبة في الفضاء رغم إن الفضاء ما فيهوش أصوات أصلا. سوني ويليامز وبوتش ويلمر، 2 رواد فضاء، طلعوا فوق في الفضاء في مركبة فضائية تبع لشركة بوينج. المركبة دي اسمها ستار لاينر، طلعت فعلا الفضاء عشان تلتحم بمحطة الفضاء الدولية ويكملوا المهمة المطلوبة منها، بس للأسف اتسجنوا هناك لأنهم محبوسين هناك ومش عارفين يرجعوا. شركة بوينج حاولت تطلع الرحلة دي قبل كده أكتر من مرة، لكن الرحلة دي اتأجلت 3 مرات بسبب مشاكل تقنية موجودة في المركبة الفضائية. وفعلا جه الوقت اللي قرروا فيه إن هم هيطلعوا المركبة الفضائية والرحلة تتم على خير، بس من الواضح إنها مش هتتم على خير. الرحلة طلعت في طريقها لمحطة الفضاء الدولية وكملت طريقها عادي جدا من غير أي مشاكل لحد ما التحمت بمحطة الفضاء الدولية في الفضاء. لكن في وقت الالتحام ال2 رواد الفضاء بدأوا يلاحظوا إن في مشكلة في الدفع بتاع المركبة، وفعلا بعد الالتحام ده